مساء الخير، معاكم باسم فؤاد واول حلقه من حلقات فريليكس في السنه الجديده. طبعا بقالنا سنه ابتدينا من بعد اشتغالة 25 يناير اللي طبعا ضحك علينا خدنا على قفانا فيها. طبعا شايفين شكلي غريب شويه. ده بقى النيو لوك. طبعا النص ده زي ما انتم شايفين، النص ده تبع الفريق احمد شفيق، والنص ده تبع الدكتور محمد المرسي. بحيث طبعا لو ان ده ربنا كرمه فنحلق ده، ولو ربنا ما كرموش نطول ده، يعني هتمشي العمليه ان شاء الله، واهم حاجه ما نتنفخش. عملنا حلقه كده في البدايه، البرنامج شاف تطورات كتير والناس راحت والناس جت، بس في الاخر انا معاكم وراكم مش هسيبكم يعني. سواء انتوا بتحبوا البرنامج او ما بتحبوهوش. يعني لو بتحبوه طبعا انا بحبكم جدا جدا جدا، انما لو ما بتحبوهوش برضه بحبكم جدا 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 جدا. طبعا الحلقه اللي احنا عملناها قبل كده عن بورتو تورا، تخيلنا ان ما تيجوا نشوف بورتو تورا علشانك انت. هتقولي مين المشاهير؟ هرد اقول لك يلا نشوف مين خدوا فيه. هقول لك مثلا عصابة علي بابا ولا 40 حرامي، الحبيب ابو بورنوس خد فيه، ابن عز ولمعي موافقة وصفوة العفيف خدوا فيها، جيمي وعلوة وابو طويلة اكيد خدوا فيها. ده غير المفاجأة الكبيرة، علي بابا بنفسه قريب قوي هياخد فيها. بورتو تورا زنزانة خيالية على ارض وطنية. للاسف بقى كنا فاكرين اللي شفناه ده هو كان هيبقى حال الشعب وحال النظام القديم هيبقى مكانه هناك. انما طبعا اتكلمنا كتير عن العروض الخياليه في بورتو تورا والحاجات الكتير المميزات اللي فيها رؤوس النظام القديم. انما طبعا انا عايز اقول للشعب كله بجد، يعني كله يفرح وكله يهيص. القضاء بتاعنا برق العريس، لان هو ماشي اصلا للاسف بقى كنا فاكرين ان الشعب هيحافظ على الثوره وان النظام القديم هيبقى حاله ان هو في بورتو تورا، وشطحنا شويه بخيالي، يعني شطحت بخيالي شويه ان قلت بقى ان هم هياخدوا فيها بقى هناك يعني زنازين بقى وحاجات حلوه كويسه. انما انا عايز اقول للشعب كلكم هتاخدوا فيه، كله هياخد فيه. وطبعا يا ريت كلنا نجهز الشنط عشان هنروح نعمل فورمه الساحل هناك، طبعا بعد ما يطلع منها اولاد طبعا كلنا شفنا محاكمه القرن، يعني مهرجان البراءه للجميع بقى والكلام ده كله، حاجات لذيذه جدا يعني الشعب المصري بيحبها. بس طبعا احنا عرفنا ليه هم سموها محاكمه القرن، لان كلنا لبسنا القرن يعني. بس كانت لذيذه يعني، كنا بنصحى الساعه 8 الصبح ونشوف هليكوبتر، حاجات كانت جديده جدا على الشعب المصري ما كانش بيشوفها. عشنا حاجات حلوه قوي. طبعا الناس قالت ده كان متوقع وان كل اللي فيها باع، والناس طبعا قالت حق الشهداء ضاع. انما في الاخر كلنا بسم الله ما شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله لبسنا الخازوق مغري وتبارك الله فيما رزق. عشان كده بقى انا جاي النهارده اعترف اعتراف خطير وهقول حاجه ما حدش فيكم هيصدقها. عايز اقول احنا اسفين يا ريس. ايوه احنا اسفين يا ريس. احنا اسفين يا ريس عشان ضيعنا حق الشهداء. احنا اسفين يا ريس عشان عملنا ثوره وما كملناهاش. احنا اسفين يا ريس عشان سيبنا فلولك تلعب براحتها ومحدش بيحاسبهم. احنا اسفين يا ريس عشان سيبنا اطفال يموتوا وكل ذنبهم انهم راحوا يتفرجوا على ماتش كوره، اصل الفاعل اتهرب تالت. احنا اسفين على عجله الانتاج. احنا اسفين على السولر والبنزين. احنا اسفين عشان ما وقفناش بجد وقلنا كفايه. بس اوعى تفتكر ان هي دي النهايه، دي بس بدايه النهايه. نهايه نظامك اللي هينضفها شباب مصر الثوري، هينضفها منكم ومن عبيدكم اللي كل حاجه يقول لك عايزين استقرار. قال يعني احنا كده في استقرار؟ حرام عليكم، خنقتونا وجبتوا لنا القلب يا ولاد الكلب. باسم خد لك سناكس. انت مو انت وانت جيعان. ها احسن؟ احسن طبعا يا جماعه. اوعوا تصدقوا حاجه تقيله قوي، اوعوا تصدقوا حاجه الكلام اللي اتقال في الحلقه ده كنت بهزر. احنا قلنا النظام القديم ده ليه رؤوس، احنا زي اولادهم طبعا بنهزر معاهم، يعني انا زي جيمي فاوعى حد يزعل مني. انا بحب النظام القديم، وعاش الرئيس الحلو المهاود ابو عيون جريئه. يعني عشان ان شاء الله الحلقه دي اسمها عشان ما ناخدش فيها، او يعني عشان احنا بقى اللي ما ناخدش فيها بعد ما هم طبعا خرجوا براءه كلهم. طبعا بتمنى بقى يعجبكم شكل البرنامج في الحاجات الجديده كلها. يعني مش عارف مثلا احب على ايد واحد فيكم عشان تعملوا سبسكرايب وتعملوا شير، ولا انا لازم اقفش عليكم مثلا؟ مش عارف يعني انتوا بتحبوا ايه. فبليز اعملوا سبسكرايب عشان عايزين ان شاء الله نكبر الشانل
وان شاء الله تتربى في عزه الرئيس الجاي. شكرا. طبعا استنونا في الحلقات الجايه دايما، ويا ريت كله يعمل شير.